القروض الخراب. من خلال هذا الهاشتاج حذر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من قرار السيسي ببيع أصول مصر لسداد فوائد وأقساط الديون، وقالوا إنه يعني أن الاقتصاد المصري والسيادة الوطنية أصبح في خطر. قيمة الديون الخارجية لمصر ووفقا لبيانات البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغت حوالي 130 مليار دولار، بزيادة 3 مليارات عن الربع الأول من هذا العام. كما ذكرت البيانات أن الدين طويل الأمد زاد بنسبة 3.7% ليسجل 117 مليار دولار مقارنة ب 113 مليار في الربع الأول. إذن مصر أمام أزمة ديون قصيرة الأجل ذات فائدة مرتفعة وأزمة أخرى للديون الآجلة منخفضة الفوائد. ولا تجد حكومة السيسي حلولا لأزمة الديون إلا عبر ديون جديدة لتسديد فوائد الديون الحالية، وكذلك عبر بيع سندات خزانة الدولة، الخطوة التي دافعت الحكومة عنها وقالت إن من شأنها أن تفتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول، مما يتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال والتخلص من الأعباء التمويلية للمشاريع التي تمول عبر القروض الداخلية والخارجية. كما دافع وزير المالية محمد معيط عن ذلك وقال إن مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر القادم، حيث وقعت مصر قبل أعوام اتفاقا للربط عبر الحدود مع يوروكلير أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. كما يرى المدافعون عن خطوة الحكومة أن إقبال دول العالم على شراء سندات الدين المصري إنما يعكس ثقة المستثمرين في العالم والمؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى بالاقتصاد المصري. في المقابل حذر اقتصاديون من خطوة حكومة السيسي بطرح السندات الحكومية وطرح 10 شركات للقطاع العام وطرح شركات القطاع العام وشركات القوات المسلحة للبيع في البورصة من أجل خفض عجز موازنة الدين الخارجي، وقالوا إن ذلك من شأنه أن يفاقم الديون ويخفض من قيمة تلك الشركات العمومية ويفقد الدولة مكتسبات اقتصادية هامة تخسرها عبر بيع هذه الشركات بأثمان بخسة للقطاع الخاص. وأشار اقتصاديون أن المشكلة تكمن أيضا في استمرار النظام المصري بالاقتراض لتمويل مشاريع الطرق والجسور والعاصمة الإدارية الجديدة، تلك المشاريع التي يشكك كثيرون في جدواها الاقتصادية وأهميتها على المدى المنظور. وهكذا تضاعفت ديون مصر 5 مرات خلال عقد من الزمان حكم خلالها عبد الفتاح السيسي، وترتفع الديون الخارجية من 27 مليار دولار في عام 2011 إلى أكثر من 145 مليار دولار في العام الحالي. وللخروج من الأزمة طالب خبراء اقتصاديون بوقف مشاريع السيسي الباذخة كالقصور الرئاسية وبناء مجمعات السجون وأكبر برلمان وأكبر أوروبا والقائمة تطول. وحمل نشطاء مصريون العسكر مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب فشلهم في إدارة الدين العام، وقالوا ليس أمامهم سوى البيع، فيما يتحمل الشعب المصري والأجيال القادمة ما وصفه بالجرائم الاقتصادية التي ارتكبها العسكر لعدم خبرته في إدارة الدولة واستحواذه على كل مفاصل الدولة الاقتصادية وخنق المستثمرين المخلصين. وأمام أزمات كبرى تعصف بالاقتصاد العالمي، يتساءل كثيرون كيف سيتمكن النظام المصري من إنقاذ الاقتصاد المصري المتهالك الذي كان العسكر سببا في أزماته.